ما حد شاف، دي حكايات أمان. من كل بيت، من كل بيت. جري الوحوش مدحت وخروف المخشوش. في مدخل العمارة في اسكندرية ساعة العصاري والناس راجعين من الشغل والشمس بتغيب. كانت هند جارة مدحت في الشباك وبتصرخ بصوت عالي: يا نهار أزود يا أبو تامر، إيه اللي شايله ده على كتفك يا راجل؟ والله حسبتك شايل كومة حطب قديمة من الزبالة ولا سلك مواعين مصدي. تعالى يا أستاذ مدحت، إيه الوحش ده بالظبط؟ مدحت شد الجلبية وبيبتسم بفخر: جرى إيه يا ست هند؟ ليه الهيصة بس؟ ده خروف العيد بتاعنا، سلالة نجرة قوي، اسمه خروف دايت تبع نظام الطيبات. أنا لفيت كل الأسواق من أبو قير للعجمي لحد ما جبته بسعر لقطة حلوة كده. صفاء مراته بتنزل السلم بسرعة وبتلطم: يخرب بيتك يا مدحت، يخرب بيتك وبيت اللي باعلك السلعوة دي. ده خروف يا راجل، ده شبه الهيكل العظمي، فين اللحمة فيه أصلا؟ لو عطس هتتفكك عظامه في إيدينا. انت جبت حيوان ضعيف قوي وده مخالف لشروط الأضحية أصلا يا مدحت. مدحت: مالكيش دعوة انت يا صفاء، ده رياضي وكوليسترول زيرو وماشي على وصف الدكتور ضياء ووفرت نص الفلوس. انتوا ما بتحمدوش ربنا على اللقطة دي. صفاء بتزعق: وفرت ايه يا ابو تامر؟ احنا اللي هنصرف علاج ومصحة عشان نطلع له ملامح. طلعه على السطح يا مدحت وخليه بعيد عن عيني، منك لله. هند بتضحك: يا صفاء، مدحت جاب لقطة فعلا، لقطة هتروح مع الريح من فوق السطح. فوق السطح الخروف مربوط بحبل قديم دايب. تامر وجنى بيعيطوا. جنى بتعيط: ماما، ماما تعالي بسرعة، ده نونو غلبان قوي قوي، أنا سميته سمسم، بابا عايز يذبحه، أنا مش هسمح، حرام. تامر: مش هنخليه يتذبح يا ماما، ده صديقنا. صفاء بتقعد جنبهم وبتطبطب عليهم بحنان: يا حبايب قلبي تعالوا اسمعوا كلام ماما كويس، الأضحية مش أي حيوان، لازم تكون سليمة وصحيحة عشان تقبل عند ربنا. في شروط مهمة قوي. أول حاجة النوع، لازم يكون إبل أو بقر أو غنم. سمسم ده من الغنم، تمام الحمد لله. تاني حاجة السن، الخروف لازم يكون عمره سنة فأكتر، سمسم كبر كفاية. تالت حاجة لازم يكون سليم خالص، ما يكونش فيه عيوب ظاهرة زي العور أو العرج الواضح أو مرض شديد أو هزال قوي قوي زي اللي بابا جابه. مدحت جاب واحد هزيل وده مش الأفضل، بس نيتنا هتكمل البركة إن شاء الله. جنى بتنشف دموعها: يعني لو هزيل مش هيتقبل يا ماما وما ينفعش يتذبح صح؟ صفاء: ربنا رحيم، بس الأفضل نجيب سليم وسمين عشان الأجر يكون أكبر. المضحي لازم يكون مسلم ومالك الحيوان ملك تام، والنية تكون خالصة لله مش للرياء أو التوفير بس. والزمان الذبح بعد صلاة العيد لحد غروب تالت يوم، والذبح لازم يكون شرعي ونقول بسم الله والله أكبر. الأضحية سنة مؤكدة والأفضل تكون سليمة وسمينة عشان البركة. تامر: يعني سمسم لو سليم هيبقى فرحان؟ أيوة يا روحي، إحنا بنحبه دلوقتي وبندلعه كويس وهنجيب له عشب وخضار كل يوم لحد العيد. سمسم هيروح عند ربنا وهو مبسوط إنه ساعد ناس كتير. جنى: طب هناكل منه؟ أيوة، ولحمته هتروح للغلابة كمان، يلا نأكله وندلعه. الحمد لله، الولاد هديوا وبدأوا يلعبوا مع سمسم ويأكلوه. صفاء شايفة هند داخلة وشها أصفر: صفاء يا هند مالك، وشك مقطوع. هند مخنوقة قوي: الحقيني يا صفاء، اشتريت لحمة رخيصة قوي من تحت الكوبري وطلعت لحم كلاب، شميت ريحة غريبة والكلب بتاع البوابة عمال يهوهو وواقف على الباب ورميت الحلة كلها. رجعت للراجل أفهم منه لقيته اتمسك. صفاء: يا مصيبتي يا مصيبتي، شفت يا مدحت، الرخص بيجيب مصايب، مش أي حاجة رخيصة نشتريها. فجأة بدأ ماراثون جري الوحوش. مدحت نازل يجري بالملابس الداخلية: الحقوني، الخروف قطع الحبل وهرب نزل الشارع. هند: يا لهوي، الخروف طاير أسرع من الصاروخ. صفاء بتجري وراه مع رغيف عيش وملح.
تعالى يا سمسم، اهدى يا حبيبي، ما تخافش. الخروف كان تعب من الجري ووقف ورجع معاها. يوم العيد بعد الذبح والتوزيع مدحت حزين، الخروف ما صفاش بتير، راحت فلوسي. صفاء بابتسامة: بالعكس يا مدحت، اللحمة قليلة عشان بخلك، بس الحمد لله كان سليم واتذبح بعد العيد زي الشروط، والنية كانت طيبة والبركة من عند ربنا. احنا عملنا اللي علينا والغلابة أكلوا. تامر وجنى: كل سنة وانت طيب يا بابا، بس السنة الجاية جيب واحد سمين مش بيعمل إيروبكس. في النهاية يا حبايب، أفكركم الأضحية مستحبة للقادر، يعني عنده فلوس زيادة عن بيته وأهله، والنية الطيبة ومعرفة شروط الأضحية بتجيب البركة، والبعد عن الجشع يحمينا. شاركونا في التعليقات إيه أغرب أو أكتر موقف كوميدي حصل معاكم أو مع حد تعرفوه وإنتوا بتشتروا خروف العيد، ومين عندكم في العيلة واخد لقب مدحت في التوفير. وكل عيد وإنتوا طيبين. حكايات أمل، حكاية من كل بيت جواها تفاصيل ما حد شاف. ضحك